تالون كالعاده بالاشتراك مع موقع لي تالون تونيزيان، كالعاده موجودين معنا، كالعاده يتعبوا معنا وقاعدين يلوجوا معنا على الملاعبيه والمواهب التونسيه خارج تونس. المواهب واحنا قبيله نحكيو على المنتخب الوطني التونسي وليسيكل الجدد والمشاريع والبروجي بالنسبه للمستقبل يتعداو اترافير هالملاعبيه هذوما اللي نجموا يعاونوا المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله في الاستحقاقات الكل الجايه، ونشوفوا فيهم المستقبل نتاع منتخبنا الوطني التونسي. ديما لي تالون تونيزيان تنجموا تتابعوهم على باج فيسبوك نتاعهم، على تويتر زاد كيف موجودين في اليوتيوب في التيك توك، موجودين في كل بلاصه تلقاهم لي تالون تونيزيان، تلقاو لي ستات، تلقاو التصاور افكار على ملاعبيه توانسه شبان صغار يلعبوا لبرا وينجموا ينورونا ان شاء الله في المستقبل مع المنتخب الوطني التونسي. ايوب نحكيو على مواهب جدد مع لي تالون تونيزيان في سي تالون كالعاده المقدم الرسمي الفقره هذه وليد قرفي. لا ايش عندك؟ مسؤوليه اللي اعطيتها لي لا عجبني الاختيار نتاع لي تالون تونيزيان الحقيقه. اسكندر الجمعه هذه علاش عجبني؟ هما الحقيقه كل جمعه يتحفونا باختيارات ممتازه، لكن الجمعه هذه سيريزا عطاونا زوز لاعبين اللي نجموا يكونوا في القائمه الموسعه نتاع المنتخب الاوسط اللي باش يشارك في كاس العالم ويعطيونا حلول جديده بحكم التكوين نتاعهم في اوروبا. باش نبدا نحكي اسكندر على توماس الزويري، هذا حارس مرمى نادي ساسولو سيريدا من مواليد 11 ابريل 2005 من اب تونسي اصيل العاصمه دونك عاصمه تونس، حارس مرمى في نادي ساسولو من ابرز المواهب الصاعده دونك في حراسه المرمى في ايطاليا. بدا في نادي فيرتوس فيرونا ثم تحول لفيرونا ثم تحول لنادي ساسولو. نادي ساسولو اللي قاعد اسكندر حق في نجاحات كبيره في الكالتشو، فريق كبير في السنوات الاخيره في الكالتشو. الطول نتاع توماس 1.93 متر في العمر نتاعو، معناتها 18 سنه يتسمى، وانت تعرف اهميه الطول بالنسبه لحراس المرمى توا على الصعيد العالمي. سنه شارك في 9 مقابلات اسكندر قبل 10 اهداف وعمل 3 كلين شيت. هو ديما كان من الاصناف الصغرى كان محل انظار المنتخب الايطالي، غاديك عندهم منتخبات الجهويه كما كان يحكي لطفي، وفي الفتره الاخيره حتى المنتخب الايطالي بتاع العمر نتاعو فما عينين عليه. كان من المفروض اسكندر باش يكون موجود في كاس افريقيا للاوسط، لكن فريق ساسولو تشبث بالخدمات نتاعو. ان شاء الله في كاس العالم بحكم باش تكون حاجه منظمتها معناتها الفيفا، اكيد حتى من الناحيه القانونيه المنتخب الوطني التونسي قادر انه يجيب توماس ويكون موجود معنا ان شاء الله في الفتره الجايه ان شاء الله. اي في البوست هذا جارديان دو بيو، تعرف احنا في لي 3 جارديان سيليكسيوني اطول واحد بشير بن سعيد 1.93 متر، هذا ينا ميم با 18 وطوله 1.93 وفورمي البر. كاسكو لي جرون جارديان في العالم تو كلهم 1.93 1.94. لا حاجه اخرى، لي جارديان تقام 2 متر، كورتوا 2 متر، وابيل بساقيهم يعرف يلعبوا بساقيهم. احنا قبل الكريتير دو باز ما تكونوا موجودين عند القوله في الفتره هذه. وي هذا حل ينجم يكون موجود، خاصة اسكندر. شفنا الحقيقة لازم لا يبين، وشفنا المردود نتاع الحراس نتاعنا ان شاء الله يا ربي يتحسنوا من هنا لكاس العالم، لكن اكيد ينجم يكون موجود في الفترة الجاية. اللاعب الثاني ايضا لاعب ممتاز جدا، نحكي على بلال الساحلي، يلعب في البريمافيرا، يلعب في نابولي، اقل من 19 سنة، من مواليد 16 ابريل 2003 كيف دونك اصيل الكرم، ناشط في نادي نابولي اقل من 19 سنه، بدا مسيرته الكرويه والتكوين نتاعو في فرنسا، فريق حكينا عليه قبل بيرفيليي، هذا فريق مكون، ثم درانسي، ثم تحول لايطاليا اسكندر، مشى لجنوا في مرحله اولى، مشى لجنوا تحت 18 سنه سنه موسم 2021 دونك، وعمل انجازات كبيره مع الفريق هذا، حتى في المقابله النهائيه وقتها في البطوله نتاعهم انتصروا على نادي روما هدفين مقابل هدف، ثم وقع اكتشافه من فريق نابولي اللي مش في حاجه للتقديم حتى باش تكون موجود في الفريق هذا في البريمافيرا، دونك يعتبر انجاز. الحق السنه قاعد يثبت في روحه في الفريق هذا، 3 اهداف، تمريره حاسمه كيف وقعت دعوته من طرف الجامعه التونسيه لكره القدم، السيلول تاع سكاوتينغ نتاعنا قاعده تتبع فيه، اتصلت به، كان مفروض باش يكون موجود لكن الفريق نتاعو رفض. وايضا هنا عامل مهم حكيت عليه قبل سيريدا، وكيل الاعمال نتاعو قال المرحله هذه بالنسبه لي هي مرحله تثبيت نفسه في الفريق نتاعو، ومن بعد تو يجي الحديث على الكارير انترناسيونال نتاعو سواء في ايطاليا ولا في المنتخب الوطني التونسي. هو جناح ايسر وكذلك مهاجم، تمريرات حاسمه بالجمله، وكذلك هداف، اسم نتصور انه باش يبرز في الفتره الجايه معناتها عامين 3 اخرين حتى في الفريق الاول تاع نادي نابولي. ان شاء الله. بارك الله فيك وليد. شكرا. برشا اسامي، روما،
نابولي، جنوا. يوفي، نحكيو على ستراسبور ضد المره الاخرى، كيف بي اس جي، حاجه باهيه. لكن ان شاء الله نعرفوا كيفاش نستقبلوهم ونوظفوهم ان شاء الله. هذا مهم جدا. الاسامي موجوده والعباد قاعده تخدم وتجيب لنا في الاسامي، لكن ان شاء الله في المونديال ينجم يكون فرصه اسكندر. ماك تعرف اي لاعب يطمح، راهو مونديال جونيور راهي حاجه مهمه برشا بالنسبه للكارير نتاع اللاعبين. نتصور انا باش تكون حاجه اليشونت بالنسبه لهم باش يلتحقوا بالمنتخب الوطني التونسي، خاصه انه البطولات نتاعهم توفى في الفتره هذيك، دوك ما عندهمش ديزونجاجمون، ما عندهمش التزامات مع النوادي نتاعهم. عارف عندنا ان افونتاج تو قبل كانوا كيجيونا قبل جو بون معناتها نحكي على 20 سنه قبل و25 سنه كيجيونا الملاعبيه هذوما اكسباتري، اول حاجه يتشكوا منها الظروف. توا الفيديراسيون الا لي مويان وتوفر في الظروف الكل السيليكسيون ناسيونال، تروح تسافر في افيون بريفي او نيفو دي زيكيبمون كيما لي سيليكسيون في العالم الكل. الادابتاسيون اللي تصير خير برشا. هذه حاجه تحسب الفيديراسيون البيرو فيدرال او نيفو دو ليكيب ناسيونال، تحس روحك في لو نيفو على اللوجيستيك. اي سور بلان لوجيستيك تحس روحك فريمون في لو نيفو. هذا سي ان افونتاج لازم نستغلوه. قبل كانوا يجيو يهربوا، تو يجيو ما عادش يهربوا، يقعد الفرق. لا يجيو يجيبوا بعضهم. حكى المره الاخرى وليد على حنا بالمجبري ولا حتى الملاعبيه عايشين برا وعنده بهم دي كونتاكت تقول لهم يجيو. الحاجه الوحيده اللي تقعد كي تجيبوا ما تجيبوش للجيبان برك، حاجتك بيه جيبوا انتيغر لو خليه كانوا الميريت كما قال سي رضا، جيبوا هو الميريت باش يجي، باش من بعد تصير الانتيغراسيون نتاعو سوسيال مع الجروب والانتيغراسيون تكنيك، ومن بعد تقعد تخدم عليه لدوام. وهذا هو ممكن السبب الرئيسي اللي خلانا نمشيو في الفقر هذا. يعني احنا نحاول نقترحوا الحلول، البروفيل ها موجودين نخدموا عليهم، واللي ان شاء الله باش يعطي ليكيب ناسيونال ان شاء الله في الايامات الجايه. ان شاء الله ربي يوفقه ويوفقنا احنا جميعا ويوفق المنتخب الوطني التونسي. نحب نشوفوا منتخبنا في اعلى المراتب، علاش ليه؟ يعمل ارقام ويعمل تتويجات ممكن اكثر من الفرق ولا المنتخبات المجاوره كل نعرف على شكون تفهمونا شكون قاعد نحكي. كان معك وليد. وديما نقول يا اسكندر راهو الحاجه المهمه، ريت انت تو المغرب والجزائر قاعدين طونطرا معناتها الفروي نتاع الخدمه كبيره صارت واللاعبين اللي خرجوا. تو احنا الجينيراسيون الجايه هي سي لا 4 جينيراسيون، هذه الجينيراسيون المهمه. نحكي على اللاعبين اللي عمرهم 17 فوالا، هذوما اللي قاعده تعمل فيه المغرب والجزائر توا، واللاعبين اللي قاعدين يجيو وتشوف الهامش الكبير تاع الاختيار اللي عند بالماضي والرقراقي حتى القائمتين الاخرانيين، حتى ديجا حسام عوار وريان شرقي ربما باش يلتحقوا بالمنتخب الجزائري. المغرب كيف كيف في القائمه تاع الرقراقي. احنا الشيء هذايا دون 3 4 راهو نجموا نعملوه خاطر جايه، وهنا قاعدين كل جمعه نشوفوا اقل حاجه في لاعب ولا اثنين اللي ان شاء الله باش يدخلوا المنظومه تاع المنتخب ويدخلوا المنتخب الوطني التونسي. بارك الله فيك سي وليد، يعطيك الف صحه.